تعرفوا إن أغنية وحوي يا وحوي إياحة اللي بنستقبل بيها رمضان كل سنة ليها علاقة بقصة حب وتضحية عمرها آلاف السنين؟ قصة ملكة قهرت الهكسوس من أجل وطنها. تعالوا نعرف هي مين وإيه هي حكايتها. الملكة إياح حتب في حواديت الحب. أهلا بكم. مساء الخير والجمال، كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير وفي أحسن حال. رمضان كريم، ربنا يعيده علينا وعلى بلادنا باليمن والخير والبركات. على فكرة أنا مش هقبل غير تقولولي وحوي يا وحوي إياحة، مش بس عشان دي أغنية من أشهر الأغاني اللي بنستقبل بيها الشهر الكريم، لكن كمان وحوي يا وحوي إياحة معناها أهلا وسهلا بالقمر، وليها معنى تاني. تعالوا شوفوا الهلال، وسواء هلال رمضان أو قمر الزمان، فالكلمات دي ترجع لتاريخ أجدادنا لما خرج الشعب يستقبل جيشه المنتصر ويكرم الملكة أم الملوك وزوجة الملك الشهيد، ويقول لها وحوي يا وحوي إياحة، تحيا وتعيش قمر الزمان.